السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم فطير بجد تحفه. هتعد الرقات والطبقات كده اللي في قلب الفطيره، وهعمله بثلاث طرق. انت هتشوف الطريقه السهله ليك وهتشتغلي بيها بجد، والنتيجه تحفه. هيقب وتنفخ معاكي كده في الفرن منتهى السهوله، وباي نوع سمنه او زبده زي ما انت عاوزه هتعمليه وتطلعي الفطير القمر ده. شايفين الرقات اللي فوق الطبقات؟ وكمان مسوياه في فرن البوتاجاز. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأول كده معايا حوالي كيلو ونص من الدقيق. طبعا أي كمية انت عايزة تعملي كيلو دقيق أو نص كيلو زي ما انت عاوزة. خلاص، واحنا شغالين مع بعض هقولك ايه تعملي ازاي برضو لو عايزة تعملي بنص كيلو دقيق. حطيت عليه معلقة ونص سكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وهعجنه بمية عادية خالص من الحنفية. طبعا الجو حر فما دفتهاش خالص. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اعجنه كويس. لو انت عايزه تعمليه تسويه على عين البوتاجاز في طاسه، او هتحشيه اي حشوات، ما تحطيش السكر. خلاص كده هبدأ بقى اعجنه. لازم بقى نعجنه كويس، وبنزل بالميه شويه بشويه كده لحد ما العجينه ما تحتاجش ميه خالص. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك، تضغطي على كلمه اشتراك اسفل الفيديو، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك وشير مع اصحابك وحبايبك. خلاص هي كده مش محتاجه ميه، محتاجه انها تتعجن كويس قوي. بصراحه بقى خدتها على الارض كده وقعدت بقى اعجنها بايديا الاتنين، اريحها مثلا دقيقتين واكمل لحد ما عجنتها والعجينه بقت ناعمه معايا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده طبعا لو انت عندك عجان اعجني فيه. عجنتها حوالي بقى ايه ربع ساعه كده او 12 دقيقه، وبعدين ايه جبت بقى صينيه وحطيت عليها شويه زيت. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بتمط عامله زي الاستك بالظبط، وكمان ناعمه. هكورها بقى لكور صغيره. هكور العجينه كلها لكور صغيره قد حجم البيضه كده. لو انت هتعملي نص كيلو دقيق قطعيه 24 كوره صغيره، 24 كوره لو هتعملي نص كيلو دقيق. طبعا زي ما قلت لكم هعمله بثلاث طرق اسهل من بعض، انت هتشوفوهم معايا، والطريقه السهله والمناسبه ليكي اشتغلي بيها. والبجد الطرق كلها يعني ايه النتيجه واحده وممتازه. وطبعا هقول لكم ايه الطريقه اللي انا بحب اعمل بها الفطير على طول. خلاص كده قطعت كل الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده، ولازم بغطي ايه بالزيت كده من تحت ومن فوق. خلاص كده كوره بحجم ايه البيضه الصغيره كده. ولازم بقى ايه جبت كيسين من بتوع التلاجة، ولازم نغطيه ونسيبه يرتاح. خلاص كده هسيبه بقى يرتاح على حسب ما ياخد ايه، نص ساعة، ساعة الا ربع، ربع ساعة. اهم حاجة نسيبه يرتاح. جبت بقى طبق حطيت فيه شوية زيت، والطبق التاني حطيت فيه حوالي معلقتين كبار من السمنة. اي نوع سمنة عندك، اي نوع سمنة موجود عندك اعملي بيه. شوية زيت مع شوية سمنة، هيبقى الفطير زي العسل معاكي، هيبقى نتيجته ممتازة. شايفين دي كده بوريكم ان هي ارتاحت. ادام بعلم فيها بتك عليها بصبعي كده، يبقى كده خلاص ايه صبعي علم في قلب حتة العجينة، يبقى هو كده خلاص ارتاحت. خلاص كده بالنسبة للمادة الدهنية زي ما قلت لك اي نوع سمنة واي نوع زيت عندك. لو انت عندك زبدة بتحطي زبدة مع السمنة، عايزة تعمليه بزبدة بس، يعني ما تعملي بزبدة من غير زيت ومن غير سمنة، هيبقى احسن فطير. هيبقى كمان خفيف، وكمان بيورق معاكي، لان الزبده طبعا بيبقى فيها نسبه سوائل كبير. اي نوع زبده، زبده كريستال، زبده فرن، زبده جاموسي، اي نوع زبده عندك. ما عندكيش انواع زبده خالص يبقى بعمليه بزيت وسمنه، وبجد هيبقى تحفه. بس بصراحه اللي بيتعمل بالزبده بيبقى مختلف خالص عن اللي بيتعمل بالسمنه. تاكلي كده منه ما يتعبش، وفي نفس الوقت يعني تاكلي منه كده ما تشبعيش، وفي نفس الوقت ما يتعبكيش خالص. خلاص كده بقى جبت ايه كام كرة كده هعملهم مع بعض. وديت اول طريقة معايا. بتجي مثلا ايه هتعملي نص كيلو دقيق زي ما قلت لك، هتقطعيهم 24 كرة. لو عايزة نص كيلو دقيق هتعمليه على فطيرتين، لكل فطيرة عليها 12 راق، 12 واحدة كده، وتفرديهم وتحط عليهم السمنة.
هتعملوهم فطيرتين، كل فطيره 12 رز زي ما قلت لك. هتعملوهم نص كيلو، هتعملي فطيره واحده هتعملي 24 كرة دول فوق بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وديت احسن طريقه للفطير. وما تقوليش بقى ده انا هقعد افرد ده كله والطبقات دي كلها، لا، ده ما بتاخدش وقت خالص. بس بجد دي احسن طريقه تعملي بيها، ودي عندنا في الفلاحين بيعملوا بقى على طول. طريقه سهله والنتيجه بجد ممتازه، 10/10 كده، وبتفرد على طول. ممكن بقى تجيبي كرسي وتقعدي مثلا على ترابيزه او طبليه او كده وتعملي وانت قاعده، مفيش اي مشكله. مش لازم يعني تعملي وانت واقفه في المطبخ، بس النتيجه بجد ممتازه. لميتها بقى وحطيتها في الصينيه، ولازم نغطيها ونسيبها ترتاح. دي الطريقه التانية بقى اللي هوريها لك. طبعا انتوا عايزه فطيره تكون خفيفه ونتيجتها حلوه، اعمليها بالزبده. عايزاها تبقى دسمه شويه، هتعملها طبعا زيت مع سمنه مع زبده. عندك قشطه مثلا عايزه تحطي بقى حلو، اللي موجود عندي. دي طريقه تانية. هي جبت كوره صغيره فردتها زي ما انتوا شايفين كده. هو بجد بيتفرد على طول، ادام مريحاه كويس بيتفرد معاكي. بجيب بقى السكينه واقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وبسيب الحته اللي في النص مش مقطوعه، يعني بقطع الحته اللي في الاول واللي في الاخر زي ما انت شايفاها كده، وبسيب الحته اللي في النص اهي بالسكينه بقى. وعندك قطاعه زي ما انت عايزه. وبعدين بقى هجيب الطرف اليمين على الطرف الشمال او الشمال على اليمين زي ما انت شايفه كده اهي، واروح شايلاها حطاها على اللي بعد منه. دي طريقه برضو سهله اهي. وبعدين اتنيها على اللي بعد منه. ودي كمان لو انت عايزه الفطيره تبقى صغيره، ممكن بقى تاخديها زي ما هي كده، تريحيها شويه وتشيليها كده، تحطها في قلب الطاسه بمعلقتين زيت وتسويها على الطاسه على عين البوتاجاز. وممكن تحشيها اي حشوه انت عايزاه. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه اعملها لكم برضو بتسويه في الطاسه وبحشوات اقتصاديه. يا ريت بقى لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو تعملي لايك. دي طريقه تانية بقى، لو انت عايزه تكبري الفطيره بتحطي واحده جوه واحده زي ما انتوا شايفين كده. بحاول بقى اظبطها والمها كده. دي لو احنا عايزينها تبقى كبيره شويه. طبعا مش مسيحه الزبده والسمنه، هو حر وهم هيسيحوا من الزهده والسخونيه بتاعت ايدي. لو انت عايزه تفككيهم على البوتاجاز مع بعض زي ما انت عاوزه، بس انا برضو ما سيحتهمش عشان في كتير عايزه اعملها. اعملها بزبده بس، اللي هي شفتوها اللي في اول الفيديو اللي هي منفوخه قوي دي كنت عاملاها بزبده بس عشان خاطر عاملاها لامي. فما كنتش عايزه احط لها فيها سمنه، يعني اللي تكون معموله بزبده بتبقى خفيفه شويه. دي حبيت ان انا اكبرها زي ما انتوا شفتوا كده. دي كملت بقى دي 3 طرقات زي ما انتوا شفتوهم، اسهل من بعض. اسهل من بعض بالنسبه ليا. لو انت عايزه تعملها كبيره هتعملي طبقات على بعضها. الفطيره مثلا 12 راق، عايزاها الفطيره تعملها نص كيلو هتعملها 24 طبقه فوق بعضهم. بالطرق اللي انا عملتها بالسكينه ديت، او تحطي واحده جوه واحده. فانت الطريقه السهله ليكي اعمليها. كملت بصراحه بقيه العجين بالطبقات اللي انتوا شايفينها ديت، عشان بنحب الفطيره تكون كبيره وفي نفس الوقت بجد نتيجتها ممتازه. واهم حاجه نسيبه يرتاح. بعد ما بعمل كل الكميه اللي بعملها كده بغطيها بسيبها ترتاح. بجد بقى بصي، بتفتحي الفطيره كده بتعد الطبقات اللي فيها، وبيبقى كمان خفيف ومورق، والنتيجه 10/10. ديت الفطيره مقاسها كبير. فشوفي بقى انت الطريقه السهله ليكي واعمليها. اهم حاجه تعجنيه حلو وتسيبيه يرتاح. احاول بقى اظبطهم كده مع بعض والمها كده. بدخل الحروف كده زي ما انتوا شايفين لتحت، بلمها لتحت كده اهي. واحاول بقى اظبطها عشان تبقى دايره كده مستويه. وبعدين اجيب الصينيه واحط فيها مسحه زيت بسيطه، واشيل الفطيره بتاعتنا القمر ديت واحطها فيه. شايفين عامل فقاعات ومبل ازاي من فوق. ديت التانية برضو
عملتها برضه طبقات فوق بعضها كده، وبعدين احطها في الصينيه واسيبه بقى يرتاح حوالي نص ساعه كده لحد ما يرتاح معايا. وهو في الصينيه برضه بكون مغطياه عشان ما ينشفش اهي. دي خلاص بعد ما ارتاحت شلت الكيس من عليها، شايفين عامل ازاي؟ بجد ممتاز. شطارتك بقى وانت بتفرديه في الصينيه، يعني ما تجيش الفطيره تبقى صغيره وتجيبي صينيه كبيره، لا افردي الفطيره على قد حجمها. ازاي؟ ما نبططهاش قوي في الصينيه، يعني مثلا الفطيره ديت ايه الصينيه كبيره عليها، فما فردتهاش في الصينيه كلها بمقاس الصينيه كلها. ليه بقى؟ لو رققتيه الفطيره قوي هتطلع ناشفه معاكي في الفرن، تطلع معاكي من الفرن كده ناشفه، لان ايه لازم الفطير يكون ايه تخين شويه. فاهمين قصدي؟ فانت على قد حجم الفطيره على قد ما بتبططيها بتسيبيها حوالي ارتفاع ايه سنتي كده. خلاص، ما بنرقهاش قوي، ما نيجي نبططها ما بنرقهاش قوي في قلب الصينيه، او لازم نملى بها الصينيه. لو انت كمان حطاها في صينيه كبيره والفطيره صغيره مش لازم تمتلي بالصينيه. فاهمين قصدي؟ وتدهني بقى اي حاجه بالوش اللي انت عايزاه، تدهني وشها بسمنه ماشي، بزبده ماشي، عايزه تحطي بيضه على وش الفطيره ماشي، عايزه تحطي وش اللبن، حته قشطه، زي ما انت عايزه الموجوده عندك وعايزه تحطيه على وش الفطيره مش هتقول لا. ديت هي الايه الفطير اللي هو كان صغير اللي عملته معاكم. شايفين؟ ما بفردهاش قوي في قلب الصينيه، لازم الفطير يكون ايه سميك شويه ما يكونش رقيق. لو رقتيه هيبقى ناشف معاك، هيطلع من الفرن كده ناشف. ولازم بقى نسويه على درجه حراره تكون عاليه ما تكونش هاديه. خلاص. ولو لاي ظرف من الظروف طلع معاكي ناشف من الفرن غطيه، مقدر ما تطلعيه غطيه. يعني لاي سبب مثلا الفرن عندك اصلا يعني درجه حرارته اصلا مش عاليه، في مثلا مشكله او كده في الفرن، وطلع ناشف معاك من الفرن، غطيه. بس امشي على الخطوات ديت، تكون نوع دقيق يكون كويس وتعجنيه حلو وتسيبيه يرتاح معاكي، هيطلع معاكي زي الفل. ودرجه حراره الفرن تكون عاليه. خلاص كده. الفطيره اللي هي اللي واخده لون محمر جامد من تحت ديت، دي اللي كانت منفوخه قوي في الفرن اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو خالص. فانا كنت رفعتها على الشوايه علشان تاخد لون، فعشان كانت منفوخه قوي بقى في الفرن وكنت مولعه الشوايه عشان تاخد لون، راحت ايه مشروطه مني شويه. فانتوا خدوا بالكم من حاجه زي كده. شايفين طبقات بقى والرقات بجد تحفه. شويه فطير بجد كده سكر، طعمهم زي العسل. تاكلهم بقى بعسل، بجبنه قديمه زي ما انت عاوزه. بجد طريقته سهله جدا. وشكرا للمشاهده.